قصتنا اليوم فاتن حمامة، زيارة لمنزل عام 1952. خجولة وزعلانة علشان جوزها لبس صندل. نجوم الزمن الجميل يعيشون حياة بسيطة مرحة بعيدا عن أي ضجيج والترندات والجري وراءها، ورغم ذلك جمعتهم علاقات قوية بجمهورهم وبوسائل الإعلام والصحافة في زمنهم. وكان من السهل أن تأخذ موعدا مع هؤلاء النجوم العمالقة وأن يستقبلوك في بيوتهم، وأن تراهم مثل أي بيت مصري يتعاملون بحفاوة وبساطة، ولا يعيشون في بروج عالية أو في حصار من الحراسة والبوديغارد. ويظهر ذلك في العديد من الزيارات التي أخذتها الصحف والمجلات القديمة للنجوم، سواء أثناء عملهم في الاستوديو أو في منازلهم. وفي عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1952 أرادت المجلة أن يعيش معها القراء في زيارتها لمنازل عدد من النجوم، وأن تصف لهم كيف يستقبل كل نجم ضيوفه وما هي طقوسه وعاداته في منزله. فقامت المجلة بزيارة عدد من هؤلاء النجوم، وصفت للقراء كيف يتعاملون في منازلهم. وصفت الكواكب زيارة فاتن حمامة، وكانت خلال هذه الفترة متزوجة من المخرج عز الدين ذو الفقار والد ابنتها نادية. وأكدت الكواكب أنك غالبا إذا زرت فاتن خلال هذه الفترة ستجدها نائمة، لأنها متعبة من كثرة انشغالها بالتصوير والعمل في عدة أفلام، فضلا عن المسؤولية تجاه طفلتها نادية. لذلك سينتظر الزائر في الصالون حتى تستيقظ فاتن وتأتي لمقابلته خلال هذه الفترة. إذا كان زوجها عز الدين ذو الفقار موجودا بالبيت فإنه سيرحب بك ويتحدث معك في كل شيء، حيث وصفته المجلة بأنه بحبوح ومنشرح. وأكدت الكواكب إن فاتن قليلة الكلام مع الضيوف لأنها خجولة، فلا تتكلم إلا للرد على سؤال أو تعليق على حديث يبدأه الزائر، ولكنها تخرج عن هذه القواعد حين تجادل مع زوجها في أمر ما أو حين تداعب ابنتها نادية. وأشارت مجلة الكواكب إلى أن عز الدين ذو الفقار قد يغيب فترة ثم يعود ليسأل فاتن عن مكان كيس الرز، أو ليعرف رأيها في صندل مفتوح جديد ليرتديه بقدميه بدل من الحذاء لأنه مريح أكثر. وهنا تبدو على فاتن علامات الضيق والغضب، ومؤكدة له أن هناك ضيوف وعليه أن يرتدي ملابس رسمية، ولكنه لا يبالي بكلامها. وسألناها عن تلك الأرقام التي يتفاءلون بها النجوم وأنها تجلب لهم الحظ، وقالت فاتن التي كشفت عن تفاؤلها برقم 14 واعتقادها بأنه يجلب لها الحظ. وأوضحت فاتن حمامة أنها تفاءلت بهذا الرقم لأنه أول يوم وقفت فيه أمام الكاميرا كان يوم 14، وبعد أن احتجبت لفترة لصغر سنها وعادت من جديد لتقف أمام الكاميرا كان ذلك أيضا موافقا يوم 14. وأكدت فاتن حمامة إنها عندما يقترب يوم 14 من أي شهر تتفائل وتستعد لاستقبال حدث سعيد، كأنها تستعد للعيد وتستقبله بفرح وابتسامة، لأنها تراه أسعد أيامها حيث تأتيها فيه الأخبار السعيدة.